حبايب قلب ام ادم، صباح الفل يا حبايب قلب ام ادم. لسه مصحصحين لسه مصحصحين، باين على وشنا ان احنا لسه مصحصحين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني وحشتوني. زي ما قلت لكم النهارده يوم تنظيف، وقلنا نحوش الفرشه ونفرش فرشه جديده اللي احنا غسلناها. واستنوني يا حبايب قلبي كده هوريكم بقى لما ننضف البيت كله ده. هو نظيف بس هننضف، هنحوش الملايات ونحط ملايات جديدة، ونحوش الحصيرة وهنمسح، وهنمسح الحصيرة كده من فوق ونلمعها ونخلي الدنيا فل كده. يكون صباح فتاح، صباح مليان رزق وهنا يا رب عليكم بإذن الله، على كل البيوت يا رب. بحبكم بحبكم يا حبايب قلبي. مش هنسى كل مرة أعمل لكم القلب عشان انتوا قلبي. استنوني يا حبايب قلبي بقى أجيب الحصيرة وهوريكم حلا ان شاء الله باذن الله. يلا خليكم معايا يا حبايب قلب، اللايك والاشتراك وكومنت حلو منكم لام ادم، وتفعيل الجرس على الكل عشان كل جديد يوصل لكم يا حبايب قلب ام ادم. كده اول كنبه هنفرشها مع بعض. نحط دول الناحيه كده دول، ننضف كنبه ونحط على كنبه، ننضف كنبه ونحط على كنبه. ودي الملايه لسه الشمس هتطلع كده، لسه الشمس هتطلع. كده اظبط الكنبه. بص كده حلاوه الكنبه لما اتفرشت بقى الملايه كده. رحنا على الكنبه التانية الناحيه التانية. اخلص فرش وارجع له. كده فرشنا الكنبه التانية، راح نفرش الكنبه التالتة يا حبايب قلبي. ودي الكنبه التالتة رحنا لها. هنحوش كده المخدات بتاعتنا دي كلها. هنضف الصاله الاول وبعد كده اخش على اوضه العيال انضفها عشان المدارس ونجهز للمدارس. بكره المدارس يا حبايب قلبي، عايزين ننضف لهم الاوضه بتاعتهم كده عشان يناموا براحتهم، عشان يصحوا الصبح كده جاهزين للمدرسه يا حبايب قلبي. كلكم جهزتوا للمدرسه؟ ادم اخر حاجه بتجهز للمدرسه. لسه هنزل اشتري الطلبات شويه تاني تحت المدرسه، لسه ورايا شويه طلبات راح اشتريهم عشان الاكل والحاجه بتاعت المدارس. هنزل شويه تاني في هايبر واشتري كل الحاجه بتاعت العيال اللي ناقصانيه لجهوز المدارس، زي البياض، اللبن، الفينو، توست، اي حاجه من دي يعني، حلاوه طحينيه، جبنه، اي حاجه. كله ده هشتريه بالاسبوع عشان قلبي وجعني من كتر ما انا رايحه من كنبه لكنبه. بس يا حبايب قلبي لازم اشتري لهم الاكل بالاسبوع عشان كل يوم صبح هيروحوا المدرسه. ما ينفعش دلوقتي كل يوم اشتري اشتري منهم كل يوم. هشيل الاكل بالاسبوع، يعني زي الجبنه اجيب لهم علبه جبنه بلاستيك من الكبيره، علبه لبن عشان كل يوم الصبح ياخدوا كوبايه لبن، فينو، توست، بيض، كرتونه بيض، زيتون، اي حاجه من ده، اي حاجه. هتشوفوا اللي انا هشتريه ان شاء الله في الفيديو التاني باذن الله، غير الفيديو بتاع التنظيف ده. بص كده يا حبايبي، فرشت 3 كنبه كده وخلصناها خلاص، ورايحين بقى نحش الترابيزه اللي في الارض دي ونحش الحصيره. بص كده يا حبايبي، راح احش البتاعه دي الترابيزه اهو. ادخلها جوه عشان اعرف ان انا امسح.
هروح ادخلها جوه بقى عشان اعرف ان انا احوش الحصيره وامسح واكنس. استنوني يا حبايب قلبي ارجع لكم حالا. بص كده قمت الدنيا خلاص، كنست يعني لسه ما كنستش، لسه راح اكنس اهو. قمت الترابيزه وقمت الحصيره، وبعدين راح اكنس يا حبايب قلبي واوريها لكم بعد ما اكنس. بص كده يا حبايب قلبي خلصت كنيس، شايفين؟ فرشنا الكنب وادي الكنبه التانية اهو. بص بص بص، الله الله الله، شايفين كل حاجه بقت نظيفه كده، كل حاجه اتظبطت كده اهو. ورايحين نمسح الارض عشان نفرشها، عشان نخلص باقي الطلبات يا حبايب قلبي. فاضل لي الاوضه عبطنا يا حبايب قلبي، وراح امسك الصاله ده امرشها. حطيت بريل وحطيت اريال، حطيت حته تيتوال عشان تخلي ريحه الشقه كده حلوه. بص كده يا حبايب قلبي بقى مسحنا الارضيه وكنسناها وخليناها فل وها بتنشف. واول ما تنشف هفرش الحصيره بتاعتنا دي. هاي يا حبايب قلبي، وهنمسح الحصيره من فوق عشان تدي لمعه، وهنحط الترابيزه في النص ونفرش الترابيزه عشان تبقى الشقه فل كده، تبقى فل الفل الفل. ودينا حالا نخش اوضه العيال، صحتهم من النوم يناموا في الاوضه التانية عشان اقدر ان انا انضفها. ودي راح انضفها معاكم يا حبايب قلبي. بس افرش بس الصاله وننضف الصاله، نشد الستاير، نعمل كل حاجه كده ونخش الاوضه التانية باذن الله. حبايب قلب ام ادم خلصنا حبايب قلبي كده التنظيفات، ايه رايكم؟ بص بعد ما فرشنا الحصيره بقى، شايفين؟ فرشت الترابيزه كده وشدت الستاير هي الحلوه بتاعتنا، والناحيه التانية كذلك الامر. الناحيه التانية حبايب قلبي الشقه كلها كده بقت فله، الشقه كلها خلصت وداخلين على الاوضه بتاعت العيال يا حبايب قلبي. ايه رايكم كده؟ حسيت براحه نفسيه وحسيت بهوا، وقفلت الشبابيك عشان زي ما انتم عارفين لسه النهار طالع. يا رب الواحد ما قدرش يتكلم، ما يغركمش الفيديوهات سهله بنقطع منها، بس رايحه جايه جايه راحه بتبقى صعبه شويه يعني، من مسيح لكنيس لفريش. مفضلش الاراده التانية وبس معنا الحمد لله. والأوضة بتاعتنا احنا بقى بنفرشها بقى مع نفسي عشان العيال نايمين فيها وابو ادم نايم. هفرش الأوضة بتاعتهم بس. بص كده الأوضة بتاعت الأطفال مطلعة الملايات هي اللي هفرشها على السرير، وأحوش الملايات دي اللي احنا فرشينها وأحط ملايات جديدة. بص كده يا حبايبي، أول سرير اتفرش، ودي تاني سرير اهو اتفرش، رايحين نكنس الأرضية بس، نكنسها ونمسحها ان شاء الله باذن الله. اول مره عيالي ما يكونوش مخلبطين في الاوضه، اول مره يسيبوا له الاوضه نظيفه كده. كنت بلاقي الاكياس كده، الهدوم كده، الارض مليانه تراب. اول مره يخلوها نظيفه، بس هنكنسها ونمسحها عشان تبقى جاهزه للمدارس كده ونظيفه وحلوه. هروح اعبي ميه غير الميه اللي مسحنا بيها الصاله، وهرجع احوش الفرشه واكنس الاوضه دي وهمسحها. بصي كده يا حبايبي كنستها وقمت الفرشه، ورحت عبيت ميه كده ببريل بتوتوال باريا. ادي الجركن اهو، رحت عبيت ميه كده اهو، وراح امسح. بص كده يا حبايب قلبي بقى الاوضه كلها اتمسحت كده وبقت فله. بص السريرين كده اتنضفوا والاوضه، ونستنى كده ولعنا المروحه عشان تنشف. انا هلكت يا حبايب قلبي. ايه رايكم على المدام عملته من صباح ربنا ده؟ بص النور ضرب في وشنا، النور ضرب في وشنا يا حبايب قلب ام ادم. تعالوا الناحيه دي عشان نعرف نتكلم كده. ايه رايكم كده؟ اجي من هنا الاقي نور المطبخ، اجي من هنا الاقي نور الاوضه. ما علينا حبايب قلبي. ايه رايكم في ام ادم اللي عملته النهارده؟ قامت الفرشه وحطت فرشه جديده وكنست مسحت. وربنا يعيننا ويعين كل بيت يا رب العالمين. ولسه دخول المدارس بقى، كل صبح لبس، لانش بوكس، اكل. ودينا اها بنجهز لدخول المدارس يا حبايب قلبي. وبقى
فاضل ان احنا ننزل نشتري الطلبات شويه تاني واوريها لكم ان شاء الله باذن الله، معاكم خطوه بخطوه، وان شاء الله اصور لكم في المكان اللي انا رايحه اشتري منه الطلبات بتاعه المدرسه باذن الله. لو قدرت اصور لكم هصور لكم ان شاء الله باذن الله، معايا خطوه بخطوه. كده كده ناقص لنا نفرش الاوضه وكده معدن يا حبايب قلبي. اسيبكم بخير وسعاده وهنا، بس افرش الاوضه واوريها لكم بعد ما اتفرشت. بس كده يا حبايب قلبي السراير، حبيت ان انا اوريها لكم عن قريب كده اها. حبيت اوريكم الارضيه كده والسراير لما اتفرشت والارض لما اتمسحت كده واتنضفت، حسيت ان الدنيا استريحت كده والدنيا هديت. بص كده يا حبايبي طلعنا على الصاله، شايفين كل حاجه كده في مكانها، وبص الارض لما اتمسحت بيضت كده، وادي كل الكنب كده هي والارض وكله كده تمام يا حبايب قلبي. اسيبكم بخير وسعاده وهنا يا رب، وتكونوا في احسن الحال باذن الله. يلا يا حبايب قلبي اسيبكم بخير وسعاده يا رب. انا حبيت ان انا امسك التليفون في ايديا كده واوريكم اياه كل حاجه عليه عن قريب عن قريب عن قريب. مفيش الا الاوضه بتاعتنا، بس لما يصحوا بقى الاولاد انا هفرشها وامسحها ان شاء الله باذن الله. ويلا سلام يا حبايب قلبي، اسيبكم بخير وسعاده يا رب. اسيبكم بخير وسعاده وهنا يا حبايب قلبي. وادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي ان الراجل يشوف لي الشقه يا حبايب قلبي. كلمته تاني قال لي والله بدور لك على شقه دار تاني ويكون بسعر مناسب ليك يا ام ادم، بس لسه والله كلمته انا وابو ادم تاني، بس لسه قال لي لسه مفيش شقق سعرها رخيص، كل الشقق اللي معاه غاليه، بتعدي ال3 وبتعدي ال2500، وانا ما اقدرش على 2000 ولا اقدر على 2500 بصراحه. زي ما بقول لكم كده لما الاقي دخل ثابت ليا ان شاء الله باذن الله هنقل في شقه تكون احسن انا وعيالي باذن الله. بس وديني مستنيه لحد لما يلاقي لي ان شاء الله. ادعوا لي يا حبايب قلبي ان يلاقي لي شقه، عشان نفسي حاجتي تظهر، نفسي حاجتي تظهر. اديكم شايفين الحيطان، وانا ما اقدرش اعمل حاجه عشان دي مستاجراها ايجار، ما اقدرش اعمل حاجه فيها طبعا. يعني ازاي هنضف واشطب وابيض وانا ممكن اعزل منها في اي وقت؟ يبقى انا صرفت وكلفت وما تهنتش بيها؟ ما ينفعش يا حبايب قلبي. بتمنى نخليكم، اتمنوا الخلية يا حبايب قلبي، وادعوا لي ان انا الاقي شقة عشان اريح عيالي. يجوا من المدرسة يلاقوا المكان حلو، يناموا في أوضة حلوة. ديكم شايفين الأوضة الحيطان متخربشة والحيطان واقعة، يعني ده عايزة تكاليف، يا ريت عايزة بيض كده وخلاص، ده عايزة تكاليف، عايزة فلوس ياما عشان تتشطب وعشان تتبيض. ربنا معانا يا رب العالمين، ربنا معانا، وانا ما اقدرش العب في حاجة عشان جايله لكم ان هي ايجار. ربنا يدينا الملك انا وانتوا يا رب العالمين ان شاء الله باذن الله. ويلا سلام، اسيبكم بخير وسعاده يا حبايب قلبي، باي.